بيبدأ مسلسلنا مع كارما اللي بتعرفنا إن حياتها اتدمرت وبقت تعيسة جدا بعد ما كانت عايشة حياتها بالطول والعرض ومش عاملة حساب لأي حاجة، وبتأكد لنا إن اللي عمل فيها كده كانت بدايته شخص اسمه عمر. وعشان نعرف كارما بتتكلم عن إيه بالظبط بنرجع بالزمن لورا كام شهر وتحديدا في دولة قبرص، وبنشوف رجل أعمال اسمه عمر وهو بيكلم الأسيستنت بتاعته في التليفون وبيزعق لها لأنه مبقاش عايز المزاد يضيع منه، وبيستعجل السواق عشان يوصله للمكان بسرعة، بس السواق بيبهلس وبيهزر معاه كتير بدون سبب وبيعمل حادثة غير مقصودة مع ست اسمها زينة، وبتبقى متضايقة جدا على عربيتها وبتطلب من عمر تعويض كبير وفعلا بيوافق يديها المبلغ اللي هي عايزاه، بس السواق بيفضل يفاصل معاها كتير وبيحشر نفسه في اللي ملوش فيه. وفي نفس الوقت بنشوف كارما اللي بتنزل من عربيتها وكلها ثقة عشان تدخل المزاد، وبيبقى الكل عامل لها ألف حساب، ولما المزاد بيبتدي على لوحة من اللوح بتكتسح كارما كل رجال الأعمال اللي متواجدين معاها وبتشتري اللوحة ب2 مليون دولار، وبيبقوا مستغربين اللي هي عملته ده جدا. ولما بيبتدي المزاد على لوحة تانية بتمشي كارما لأن المزاد بالنسبة لها بيبقى انتهى، ولما بتخرج بره بتقابل عمر اللي بيجري عشان يوصل للمزاد بسرعة، ولحظتها بتقابله المساعدة بتاعته اللي بتعرفه إن في واحدة اسمها كارما كسبت المزاد على اللوحة لصالحها. وفي نفس الوقت بنشوف شخص اسمه يوسف وهو بيكلم مديره اللي بيبقى رجل أعمال ثري جدا، وبيوضح له إن ما قدرش يشتري اللوحة بسبب كارما اللي قررت تشتريها بمبلغ خرافي، وبيهزقه مديره وبيطلب منه يروح لكارما عشان يتفاوض معاها ويشتري منها اللوحة بأي تمن. وبيبقى عمر واقف قريب منه وبيسمع المكالمة وبيقرر إنه يمشي وراه عشان يعرف المكان اللي كارما بتبقى ساكنة فيه، وفعلا بيروح يوسف لكارما وبيعرض عليها مبلغ ضخم مقابل إنه يشتري منها اللوحة، لكنها بترفض، وبيجي عمر اللي بيعرض عليها ضعف الرقم اللي هي دفعته في المزاد وبترفض عرضه هو كمان. بيوضح لها عمر إن اللوحة مهمة قوي بالنسبة له وبيساومها عليها عشان تديها له، وبتتضايق كارما منهم هما الاتنين وبتعرفهم من اللي هم بيعملوه ده قلة ذوق جامدة جدا منهم، وبتتجاهلهم هما الاتنين وبتسيبهم وبتمشي. بعد وقت مش كتير بيروح عمر لكارما عشان يعتذر لها عن الموقف اللي عمله معاها الصبح وبيديها الورد اللي بيبقى معاه، وبتنبسط كارما قوي من الحركة دي، ولما بيعزمها على العشاء بتوافق على طول، وبيروحوا سوا المكان تاني عشان يتكلموا هناك شوية. في الوقت ده بيعرف عمر لكارما ان اللوحة اللي هي اشتريتها دي أمنية حياة مامته، وبتضحك على كلامه لأنها بتبقى فاكراه بيشتغلها، بس بيوضح لها انه بيتكلم بجد، وبيعرفها انه صحي من النوم في مرة ولقى مامته بتتفرج على الروحة في التلفزيون وبتعيط، ولما سألها هي متأثرة قوي كده ليه شاورت له على حضن الفلاحة لابنها وبيأكد لها ان المنظر ده هو اللي خلاها متعلقة باللوحة قوي كده. وتاني يوم بنشوف كارما وهي بتدي اللوحة لعمر وبتعرفه انها كانت مشتريها اصلا عشان تعمل بيها بيزنس بس مش اكتر، بس بتفهمه انها لما سمعت قصة امبارح ادركت انه اكتر شخص يستحق انه ياخد اللوحة منها، وبيشكرها عمر عشان قدرت تفهمه وبيبص لها لفترة طويلة جدا. لما بتسأله هو بيبحلق فيها قوي كده ليه بيرد عليها وبيقول لها ان عندها سحر خاص ومش قادر يسيطر عليها، وبيفهمها انها جذابة قوي ومختلفة عن اي واحدة عارفها قبل كده، وفي نفس الوقت بيعتذر لها بسرعة لما بيحس انها اتكسفت من كلامه وبيعرفها انه ما كانش يقصد انه يعاكسها ابدا، لكن كارما بتتجاهل كل كلامه وبتعرفه انها هتسيب قبرص وهتمشي عشان وراها شغل كتير، وبيقترح عمر عليها ان هم يقضوا وقت لطيف سوا قبل ما تمشي، وبالفعل كارما بتوافق وبتقضي معاه يوم كامل قدام البحر وبيهزروا سوا وبيتعاملوا مع بعض وكأن هم في علاقة بقالهم سنين. لكن تاني يوم بنشوف عمر وهو بيدور على كارما اللي بتبقى مفهماه ان اسمها سلمى، ولما مش بيلاقيها بيروح لتليفونه بسرعة عشان يتصل عليها ويكلمها لكن ما بيقدرش يوصل لها، وبيروح للفندق اللي كانت قاعدة فيه وبيسأل هناك عن كارما بس باسم سلمى منصور، وبتجيله مديرة الفندق اللي بتقوله إنها سلمى منصور وبتستفسر منه هو محتاج إيه منها بالظبط، وبيفكرها عمر بتهزر معاه وبيطلب منها من تاني تناديله سلمى، بتأكد له إنها الست اللي هو عايز يقابلها. وهنا بيتضايق عمر جدا مبيبقاش فاهم أي حاجة، وبيعرفها إن سلمى اللي عايزها هو لسه مشتري منها لوحة تمنها أكتر من 2 مليون دولار، وبيأكد لها إن الفلوس اللي دفعها في اللوحة هو مش مهتم بيها خالص، بس بيوضح إنه عاوز يقابل سلمى، فبتقوله المديرة إن اللوحة اللي هو بيتكلم عنها هي اللي اشتريتها وبتطلب منه يتفضل في مكتبها عشان توريها له، وبيتصدم عمر جامد ومبيبقاش فاهم اي حاجه. وفي نفس الوقت بنرجع بالزمن لورا وبنشوف كارما وهي بتخطط مع العصابه بتاعتها عشان ينصبوا على عمر اللي بيبقوا عارفين انه مهتم باللوحه جدا. بعدها بنشوف يوسف عضو العصابه وهو بيشقط المساعده بتاعت عمر وبيعزمها في بار عشان تسكر معاه، وبياخد منها المعلومات اللي هم هيحتاجوها زي ميعاد طيارته لقبرص عشان ينفذوا العملية بنجاح. وبنعرف إن جمال السواق وزينة هم كمان تبع العصابة وقدروا يعطلوه في الشارع فعلا علشان ما يوصلش المزاد في ميعاده، وإن الحادثة كانت مدبرة منهم. ولما بنرجع للحاضر بنشوف عمر وهو مش قادر يستوعب إنه اتنصب عليه، وبيعرف سلمى المديرة إنه أول مرة يحصل فيه كده
وبتتريق عليه وبتقول انه دايما رجال الاعمال الكبار اللي شبهه ما بيتنصبش عليهم غير في مزادات الانتيكات والفنون عموما. وهنا بيقرر عمر انه مش هيسيب حق، بيعرف سلمى انه هي اللي بالدنيا كلها على النصابه دي لحد ما يعرف مكانها. وفي نفس الوقت بنشوف كارما وهي بتوزع فلوس اللوحه المزيفه اللي باعتها لعمر على اصحابها اعضاء العصابه، وبيبقوا كلهم مبسوطين جدا وبيسالوا عن العمليه الجديده اللي هيعملوها. فبتقول لهم كارما بحزم شديد انه مش هيكون في عمليه جديده الفتره دي خالص، وبتوضح لهم ان العين هتكون عليهم ولازم يبعدوا عن بعض الفتره مش قصيره. ولما بنرجع لعمر بنشوفه وهو بيدور على كارما في شوارع قبرص، وبيبقى لسه عنده امل انه يلاقيها، وبيبقى واضح عليه انه اتعلق بيها جامد وانه مش هدفه الفلوس ولا اللوحه الاصليه ولا اي حاجه تانية. وفي نفس الوقت بيجيب شخص اسمه امين عشان يكلفه بالتدوير على كارما اللي نصبت عليه. وبيفهم امين انه وقع واتضحك عليه لانه مش راجل خام، بس لانه وقع في حب كارما. ولما بيلمح له امين بده بيسكته عمر على طول عشان ما يبقاش عايز يبان في صوره حد ضعيف. ولما بيكلموا امين في تفاصيل الحادثه بيكتشف انه اتنصب عليه من عصابه محترفه، وبيساله هو ليه اجر عربيه بسواق اصلا، وبيعرفوا ان رجال الاعمال زي ما بيعملوش كده. فبيفهموا عمر انه بيسافر كتير وطبيعه حياته جبراه على ده. ولما بيدور امين اكتر بيعرف ان المساعده بتاعت عمر لغت حجز العربيه اللي كان هيروح بيها للمزاد، وعشان كده بيروحوا للمساعده عشان يواجهوها باللي هي عملته. لكن المساعده بتنكر انها لغت الحجز وما بتبقاش فاهمه ده حصل ازاي، وبيتضايق عمر منها جدا وبيهددها باسلوب عنيف عشان تعترف وتقول لهم كل حاجه. بس بيتدخل امين عشان يهدي الوضع وبيسالها هي كانت بتعمل ايه في اليوم اللي سبق يوم المزاد، وبتفهمه انها كانت شغاله وشايفه حياتها الخاصه عادي. بس بتوضح له انها اتعرفت على شخص والشخص ده اتفاجئت بيه تاني يوم وهو متواجد معاهم في المزاد. وبسبب كلامها امين بيتاكد انه توقعه كان في محله وبيقرر يدور ورا العصابه بنفسه. وفي نفس الوقت بنشوف يوسف وهو بيكلم العصابه عن اجانس عربيات ممكن ينصبوا عليه، بس كارما ما بتبقاش مركزه معاه وبيبقى كل تفكيرها في عمر وبس. وبنعرف ان هي كمان اتعلقت بيه بسبب ذوقه وحبه لمشاعر العيله والاسره اللي هي محرومه منها. وبتمشي كارما وبتسيب الاجتماع وهي منزعجه جامد، وبتلاحظ زينه مامتها ده وبتروح لها بالليل عشان تسالها مالها، وبتبقى عايزاها ترجع لطبيعتها من جديد عشان يستأنفوا عمليات النصب. بتحذرها انها تبقى وقعت في حب حد، لكن كارما بتتجاهل سؤالها وبتمثل عليها انها كويسه وتمام، وبتقترح عليها ان هم يفضوا دماغهم من الشغل والحاجات اللي بيعملوها وتيجي معاها عشان يقضوا شوية وقت لطيف في مكان بعيد عن هنا. لكن مامتها بتتجاهل كلامها هي كمان وبتسألها من جديد إذا كانت وقعت في حب حد، وبتعرفها إن مستحيل تسيبها تأذي نفسها، وبتوضح لها كارما إنها مش بتحب حد، وبتعرفها إنها ما بتفكرش في المواضيع دي خالص. وهنا مامتها بتحضنها عشان تدعمها نفسيا، لكن كارما ما بتبقاش طايقاها وبتضطر إنها تمثل عليها من جديد. وتاني يوم بنشوف أمين وعمر وهما بيراجعوا كاميرات المزاد، وبتشاور لهم المساعدة على يوسف وبتعرفهم إنه كان قايل لها إنه رجل أعمال واسمه منصور. وفي نفس الوقت بتروح كارما المحامي مشهور اسمه مصطفى اللي بيبقى واضح عليه إنه معجب بيها جدا، ولما بيعزمها على الغدا بتشكره وبتعرفه إنها سبقته. بنلاحظ إن كارما بتعامله بتقل شديد عكس مصطفى اللي بيبقى هيموت عليها وعايز يراضيها بأي شكل ممكن، وبيقترح عليها تيجي معاه عشان يعرفها على رجل أعمال كبير قوي في الدولة. وفعلا بتنتهز كارما الفرصة وبتوافق على طول. بعدها بنشوف مصطفى وهو بيعرف كارما على مراد صديقه وبيسلم عليها مراد بطريقة مش لطيفة وبيعاكسها من أول مرة بيشوفها فيها، وبتحس كارما بالإحراج وبتفتكر حاجة وعشان كده بتسأل عن الحمام وبتهرب منه. ولما بتبعد بيجيلها شاب اسمه شريف وبيحاول يقرب منها وبتعامله كارما باستخفاف وما تبقاش مهتمة بيه، بس لما بتعرف انه ابن مراد رجل الأعمال نظرتها ليه بتختلف تماما، بتغير أسلوبها معاه بشكل ملحوظ. وبالليل بنشوف يوسف وهو بيتكلم في التليفون عن صفقة عربيات ضخمة وبيتعمد يعلي صوته عشان يسمع صاحب الأجانس اللي بيبقى متواجد معاه في نفس المكان، وبيتكلم عن مزاد ضخمة هتعمله شركة استيراد كبيرة وبيمثل دور رجل أعمال باحتراف شديد. هنا بيقع صاحب الأجانس في الفخ فعلا، وبيكلم يوسف عن الأجانس بتاعه وبيبقى مهتم يكسب المناقصة. وبيتكلم يوسف معاه بتقل شديد وبيوضح له انه ممكن يعرفه على مديرة المناقصة، بس بيشترط عليه يضمن له نسبة من الصفقة، وبيتفقوا على ده فعلا. وتاني يوم بيروح يوسف وكارما لمقر إدارة الشركة اللي هتعمل المناقصة وبينتحلوا شخصيات مزيفة عشان الريسبشن تسمح لهم بالدخول. وفي نفس الوقت مديرة المناقصة بيوصل لها مكالمة من رقم مجهول، ولما بيعرفوها ان ابنها عمل حادثة بتسيب المكان بتاعها وبتجري بسرعة عشان تطمن عليه. في اللحظات دي بتنتحل كارما شخصية المديرة وبتدخل المكتب بتاعها وبتستنى صاحب الأجانس، ولما بيجي لها عشان يتكلم معاها عن المناقصة بتعامله كارما بتقل شديد وبترسم عليه الدور جامد. وبيكلمها صاحب الأجانس بثقة شديدة وبيعرفها انه هيديها المبلغ اللي هي محتاجاله، بس اهم حاجه تكسبه المزاد. وبتشغله كارما شويه وبتعرفه انها موظفه بتخاف على سمعه الشركه قوي، وبتراوغه بالكلام عشان تفهمه ان اللي هو بيطلبه ده مش سهل. وبيترجاها صاحب الاجانس وبياكد لها ان كل اللي هيتم بينهم هيفضل سر، وبيتوسط له يوسف عند كارما عشان توافق على العرض بتاعه. فعلا بتوافق انها تكسبه المناقصه، بس بتطلب منه $750,000 بشكل مبدئي، وبعد ما يكسب المزاد يدفع لها تاني زيهم. تاني يوم بنشوف كارما وهي بتتفرج على فيلا غاليه عشان تشتريها، بس بتلاقي ان
إن مش معاها تمنها كاش، وبتضطر تكلم المحامي عشان يشوف لها واسطة وتقسط من المشتري، وبياخدها الرجل أعمال اسمه مراد وبيعرفه إن كارما هتبقى جارته قريب قوي، بس بيوضح له إنها محتاجة تقسط تمن الفيلا. وهنا بتتكلم كارما وبتعرف مراد إن مش معاها سيولة عشان فلوسها كلها شغالة في المشاريع بتاعتها، وبتكذب عليه وبتعرفه إن أبوها رجل أعمال وعنده مصنع تكييفات كبير في الأردن. لما بتطلب من مراد يتوسط لها عشان ما تشتريش الفيلا كاش بيوافق على طول، بيهزر معاها عشان يحسسها إن هو اللي هيعمله عشانها ده حاجة عادية. ولما بتحس مراته بده بتتضايق منه جدا، لكنها بتحاول ما توضحش. بعد شهرين بنشوف كارما وهي بتتفرج على صور عمر وبتبقى لسه مش قادرة تتخطاه، وبنرجع بالزمن لورا وبنشوفها وهي بتسأله هو اتأخر عليها قوي كده ليه، فبيبص لها فترة طويلة وبيسكت تماما، وبيقول لها فجأة إنه بيحبها بدون أي رياكشن ظاهر على وشه. بترد عليه كارما وبتقول له إنه لسه بدري قوي على الجملة دي، وبتحاول إنها تتجاهل كلامه وما بتدوش اهتمام كبير. بيأكد لها عمر على حبه ليها وبيعرفها ان الحب ساعات بيحصل من اول نظره، انه مش شرط يقضي معاها وقت طويل عشان يتأكد من حبه ليها. وبترد عليه كارما وبتعرفه انها بتخاف من الحب. لما بيسألها عن السبب بتقوله انها حبت شخص قوي زمان، الشخص ده خذلها واذاها بطريقه بشعه، وبيطلب عمر منها انها تنسى اللي حصل لها زمان، وبيعرفها انه هيعوضها عن كل الاذى اللي هي مرت بيه. بس بتتجاهل كارما كلامه من جديد وبتطلب منه يتحرك من مكانه عشان هم اتأخروا قوي. وبنرجع للحاضر بنشوف شريف ابن مراد رجل الأعمال وهو بيفرج كارما على الفيلا اللي شطبها لها وعمل لها ديكوراتها بنفسه، وبتفرح كارما جدا وبتشكره. لما بتحضنه بيحاول يقرب منها بزيادة وما بيبقاش عايز يبعد عنها، وبتزقه كارما بعيدة عنها. ولما بتسأله هو ماله النهاردة بيعتذر لها بسرعة عشان يعدي الموقف، وبيعرفها انه ما كانش يقصد حاجة غلط. وتاني يوم بنشوف شريف وهو بيهدي كارما بلوحة غالية لكنها ما بتبقاش عارفة قيمتها، وبتقوله انها ما بتقبلش الهدايا والحاجات اللي مش أصلية. فبيأكد لها شريف ان دي لوحة الخروج من الجنة الأصلية، وبيعرفها ان تمنها غالي جدا. وبتقبل كارما الهدية وقتها، بس بتطلب منه يحطها بعيد دلوقتي عشان هي جعانة جدا ومش مهتمة بأي حاجة غير الفطار وبس. وبتعامله باستهتار شديد لأنه ما بيبقاش في دماغها أصلا. وفي نفس الوقت بيروح صاحب الأجانس المزاد لكن الأمن بيرفض يدخله، وبيزعق له وبيفهمه إن المناقصة معمولة عشانه أصلا، لكن الأمن بيقول له إنه اسمه مش موجود في القايمة وانه مش هيقدر يدخل جوه. وبيتصل صاحب الاجانس على يوسف وكارما لكن ما بيردوش عليه، وبيفهم انه اتنصب عليه منهم، وبيزعق جامد وبينادي على اساميهم المزيفه. وبتجيله مديرة المزاد وبتسأله هو عامل حوار ليه، وبتطلب من الأمن إن هم يطردوه من هنا. فعلا بيبعدوه بالعافية عشان المزاد يكمل. بعدها بنشوف الشرطة وهي بتقبض على زينة أم كارما وبيوريها الضابط الفيديو بتاعها وهي بتراقب عمر، وبيطلب منها تعترف على باقي أفراد العصابة اللي معاها. وبتعيط زينة وبتوعد الضابط إنها هتعترف على كل حاجة، بس بتطلب منه يخرج بنتها كارما من القضية، وبيرفض الضابط وبيبقى مصر إن كارما يتقبض عليها لأنه بيبقى عارف إنها أخطر واحدة فيهم. وفي اللحظة دي بتقرر زينة إنها تسكت وبتلبس القضية لوحدها عشان ما توديش بنتها في داهية. وبالليل بنشوف شريف وهو بيعرف كارما إنه رجل أعمال تقيل قوي، وبيكلمها عن أحلامه ومشاريعه الوهمية، وبيقعد يفخم في نفسه كتير. وبتاخده كارما على قد عقله وبتحاول تمثل عليه إنها مبسوطة معاه وخلاص عشان يصرف عليها، بس لما بيعرض عليها إنها ترتبط بيه بتكلمه بطريقة مختلفة. وبتعرفه إنها خرجت ورقصت وقضت وقت لطيف معاه فعلا، بس عمرها ما فكرت فيه بالطريقة دي. وبتأكد له إنها بالنسبة لها مجرد صديق وبس. وبتصدم شريف جامد لما بيسمع كلامها لأنه كان متخيل إنها قريبة منه عشان بتحبه، بس بيعمل نفسه إنه مش فارق معاه نوع العلاقة اللي هتجمعهم ببعض، وبيقربها منه عشان يتحرش بيها، وبيعرفها إنه ما عندوش مانع يبقى على علاقة غير شرعية بيها. وبتزقه كارما وبتبعده عنها من تاني، وبتقوله إنها كانت فاكراه شخص محترم وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بنشوف جمال وهو بيعرف يوسف إن زينة اتقبض عليها، وبيسأله هم هيتصرفوا إزاي دلوقتي، وبيبقى واضح عليه إنه قلقان جدا لا يتقبض عليه هو كمان، بس يوسف بيهديه وبيطمنه وبيعرفه إن هم لازم يبعدوا عن بعض تماما لفترة معينة لحد ما يشوفوا قضية زينة هتنتهي على إيه، وبيحذروا إنه يجيله أو يتصل عليه تاني. بيوضح له إنه لما هيحتاجه هو اللي هيبقى يتواصل معاه. وتاني يوم بنشوف شريف وهو بيعتذر لكارما على اللي عمله معاها امبارح، وبيقول لها إنه كان متقل في الشرب. بيوضح لها إنه ما كانش بكامل تركيزه، وبيوعدها إنه هيتغير عشانها، إنه هيعوضها عن اللي هي شافته منه. وبتفرح كارما بسبب كلامه، بس بتبقى عاملة نفسها لسه زعلانة. وبيعتذر لها شريف وبيترجاها عشان تضحك، وبيبقى عايز علاقتهم ترجع كويسة من تاني. وبتاخده كارما على قد عقله وبتضحك له فعلا. ووقتها شريف بيعرفها إنها غالية عنده قوي، بيوضح لها إنه مش هيقدر يستغنى عنها أبدا، وبيلح عليها عشان تطلب منه أي حاجة وينفذها لها كتعويض ليها. فبتقول له كارما إنها عايزاه يعتبرها صديقته وبس، وبيوافق شريف فعلا، بس بيبقى متضايق جدا وبيحاول ما يبينش ده. وبالليل مصطفى المحامي بياخد كارما وبيروحوا الحفلة اللي بتبقى عاملاها صفيناز مرات مراد وناس بترشحها لمنصب وزيرة الاستثمار، لكن صفيناز بيبقى واضح عليها إنها غيرانة من كارما جدا وبتلقح عليها بالكلام كتير. فجأة بتنادي مصطفى وبتمشي معاه المكان بعيد عشان تسأله هو ليه كل شوية بقى يجيب لهم كارما في كل مناسبة. فبيرد عليها وهو متضايق منها وبيعرفها إن كارما تبقى صديقته، وإنه كتير قوي جاب لها ضيوف معارف في حفلاتها وما كانتش بتتصرف بالطريقة دي. وبيطلب منها تحسن معاملتها بيها شوية
شوية لأنها واخدة بالها منها كويس قوي. وفعلا صفيناز بتحترم كلام مصطفى صديقها وبتضحك وبتهزر معاه عشان تعدي الموقف. وفي نفس الوقت بنشوف مراد وهو بيعرف شريف ابنه على عمر صاحبه وبيتكلموا شوية عن البيزنس والشغل. وبيبقى شريف عايز يعرف عمر على كارما وبيلمح له إنه مرتبط بيها وبينادي عليها فعلا، بس عمر بيجيله مكالمة مهمة وبيضطر يمشي بسرعة قبل ما يشوفها وقبل هي ما تشوف. وبنرجع بالزمن لورا وبنشوف عمر وهو بيسأل كارما بتحب الليل أكتر ولا النهار، فبتقول إنها بتحب النهار عشان واضح وكل حاجة متشافة فيه، وبيفهم من كلامها إنها واحدة دغري وصريحة، عشان كده بيعترف لها بحبه ليها وبيطلب منها تديله فرصة عشان يأكد لها إنه عايزها وشاريها. لكن كارما ما بتقدرش توعده بأي حاجة، بتبص له لفترة طويلة وهي محتارة وما بتردش عليه برد حاسم وبتسيبه لدماغه. لما بنرجع للحاضر بنشوف عمر وهو بيهزق أمين وبيسأله إذا كان قدر يوصل لكارما ولا العصابة بتاعتها، بس أمين ما بيردش عليه عشان ما بيبقاش عارف يمسك أي خيط يوصله بيهم. ولما بيهينه عمر وبيقلل منه بيرد عليه أمين بثقة، بس بيطلب منه يديله كمان شوية وقت وبيوعده إنه هيجيب له كارما وبايع عصابتها تحت رجليه. تاني يوم بنشوف كارما وهي بتطلب من مصطفى يشتري لها أرض واسعة عشان تعمل عليها دار أيتام، وبتعرفه إنها عايزاه يشطب المكان على أعلى مستوى عشان الأطفال ما يحسوش إن هم أقل من أي حد. وبتطلب منه يشغل موظفين عندهم إحساس عشان يعاملوا الأولاد بطريقة كويسة كأن هم عايشين وسط أهاليهم بالظبط. وبيسمع مصطفى كلامها فعلا وبيبقى مبسوط منها جدا وبيعرف انها انسانه عندها مشاعر واخلاق كويسه. بعدها بنشوف صفيناز وهي بتتفق مع عمر عشان يسيب شراكه جوزها مراد، وبتعرفه ان البيزنس معاها هيبقى امن وهيكسب من وراها كتير، وبتاخده المسؤول كبير في البلد، وبتعرفه ان عمر هيستثمر في مصر بمبالغ ضخمه، وبيخلص له المسؤول الاوراق والحاجات الروتينيه وبيستفيدوا كلهم فعلا. وبتبقى صفيناز مرشحه لمنصب وزيره الاستثمار بفضل اللي هي عملته. بس لما بترجع البيت بتلاقي جوزها مراد مستنيها وبيلومها عشان لعبت عليه من وراه، وبيسالها ازاي تخسروا شراكه عمر اللي كانت هتكسبه مليارات. وبترد عليه وبتعرفه انها كانت محتاجه المنصب بشده، وبتوضح له انها بتسعى بقالها سنين طويله عشان توصل اللي هي وصلت له ده، وبتفهمه انه مع الوقت هيعرف انها كانت صح وان خسارته لشراكه عمر ما كانتش هتفيده قد فوزها بمنصب وزيره الاستثمار. بس مراد ما بيبقاش عاجبه كلامها وبيعتبر انها خانته عشان بوظت شغله، ما كانش هاممها اي حاجه غير مصلحتها وبس. تاني يوم بيروح مصطفى لصفيناز وبيعرفها انه عايزه تعمل حفله عشان يجمعوا تبرعات لدار الايتام اللي كارما عايزه تعمله. بيوضح لها ان لو عملت الحفله دي سمعتها هتبقى كويسه جدا، خصوصا بعد ما مسكت منصب حساس في الدوله. وبتقتنع صفيناز بكلامه فعلا، وعشان كده بتتصل على مجموعه من رجال الاعمال وبتعزمهم على الحفله، وبتكلم عمر بنفسها عشان تعزمه هو كمان، وبتطلب منه يحضر مبلغ كويس عشان يتبرع بيه. وبالليل بنشوف الحفله اللي بتبقى صفيناز عاملاها وبيجي لها عمر عشان يسلم عليها فعلا، وبيبقى مهتم يعرف مين اللي قرر يعمل دار الأيتام. وبتشاور له على كارما وبتمشي بسرعة لأنها بتبقى مشغولة. وبيبص مراد لعمر بغضب شديد عشان ما نفذش اتفاق الشراكة معاه، لكن ما بياخدش ردة فعل وبيقعد مكانه وخلاص. وقتها عمر بياخد باله من كارما وبيروح لها عشان يتكلم معاها بمنتهى الهدوء، وبتتصدم كارما جامد وما بتبقاش مصدقة إنه قدر يوصل لها. وفي اللحظات دي بيبقى عمر مشاعره متضاربة جدا، وبيقول لها إنه وحشاه قوي وبيبقى نفسه يحضنها، لكن في نفس الوقت بيبقى متغاظ منها وعايز يتصل على الشرطة عشان يقبضوا عليها. ولما بتحاول إنها تمشي بيمسكها وبيمنعها من ده، وبيسألها ازاي قدرت تدخل فيلة مراد بيه ومراته صفيناز، وبيتهمها انها نصبت عليهم بطريقة ما، وبيسألها هي وقعت مين من عيلة مراد في حبها عشان تقرب منهم من خلاله. وبيجي شريف ابن مراد في الوقت ده بالصدفة وبيقرب كارما منه باعتبار انها صديقته، وبيهزر مع عمر وبيفهم انه على علاقة بيها، وبيقول له انه على معرفة قديمة بكارما، انها بتحس بالتوتر الشديد بتضطر تسيبهم وبتمشي بسرعة. بس بيقول لها عمر انه مش هيسيبها تاني ابدا، وبيعرفها انه مستنيها. وبيتصدم شريف وبيسأله هو بيتكلم معاها كده ليه، وبيرد عمر عليه وبيعرفه انه مفيش حاجة، لكن بيأكد له إنه كارما هي أكتر بنت حبها في حياته بس مش أكتر. وبيتصدم شريف من جديد وبيتضايق جدا، لكن ما بياخدش أي ردة فعل زي أبوه وبيمشي. بعدها بنشوف كارما وهي بتقول كلمتها بتاعة المؤتمر، وبتطلب من اللي موجودين يهتموا بالأطفال المشردين اللي اتولدوا بدون أهل أو اللي أهلهم اتخلوا عنهم بعد كده، وبتعرفهم إن الأطفال دول لو ما لقيوش اهتمام ورعاية من المجتمع هيبقوا زي القنابل الموقوتة وهيعملوا جرائم كتيرة جدا لما يكبروا في السن. وبيسمع عمر وباقي المعازيم كلامها كويس جدا، ولما بتخلص بيروح لها عمر عشان يقول لها انه ما كانش يعرف انها بتاعت خير قوي كده، وبيتريق عليها عشان بيبقى عارف انها نصابه. فبترد عليه وبتقول انها قررت ترجع له كل فلوس اللي اخدتها منه، وبيبقى واضح عليها انها ندمانه جامد، بس عمر ما بيرحمهاش وبيهددها كتير، وبيعرفها انه مش هيسيبها غير لما ياخد حقه منها بالكامل، وبيلوم نفسه على حبه ليها، وبيوضح لها انه غلط جامد قوي لما وثق في واحده شبهها. وبترد عليه كارما وبتقول انها حذرته من انه يحبها او يكون عنده مشاعر اتجاهها، بس عمر بيتريق عليها من جديد وبيوصفها انها واحده كذابه وفارغه من جواها. في الوقت ده بنشوف شريف وهو بيراقبهم من بعيد،
بيبقى واضح عليه إنه متضايق ومتغاظ جدًا. وفي نفس الوقت بنشوف صافيناز وهي قاعدة مع مراد ومصطفى صديقها، بس مراد بينادي على شخص اسمه علي، ولما بتشوفه صافيناز بتتضايق جدًا وبتمشي بعيد، إنه بيبقى المنافس بتاعها على منصب وزير الاستثمار. في اللحظات دي بنشوف مراد وهو بيعرّف علي إنه هيدعمه عشان يكسب منصب المرشح ليه، ولما بيسأله باستغراب عن السبب بيرد عليه مراد وبيقول له إنه قعد 40 سنة بيكبر نفسه في شغله وما كانش مستني واسطة أو مساعدة من حد، وبيعرفه إن مراته لما هتبقى وزيرة الاستثمار الموضوع ده هيخنقه جدًا وهيخلي كل العيون عليه ومش هيعرف يشتغل ويستثمر زي زمان. تاني يوم بنشوف صافيناز وهي قاعدة في المكتب بتاعها وبيدخل عليها سكرتيرها اللي بيعرفها إنه احتمال كبير قوي ما تقدرش تاخد منصب وزيرة الاستثمار. لما بتسأله عن السبب بيقول لها إن علي قاعد دلوقتي مع رئيس الوزراء، وبيوريها فيديو لجوزها مراد وهو بيرقص مع رقاصة في الحفلة، وبتتضايق جدا وبتفكر ان علي خصمها هو اللي رفع الفيديو عشان يبقى شكلها وحش وتترفض من الوزارة. لكن السكرتير بيوضح لها ان جوزها مراد هو اللي رفع الفيديو بنفسه. في نفس الوقت بتروح كارما لعمر عشان تعتذر له من جديد على اللي هي عملته فيه، بتوضح له انها اتغيرت وقطعت علاقتها بكل اعضاء العصابة اللي كانت شغالة معاهم. لكن عمر ما بيصدقهاش وبيتهمها انها عايزة تنصب على رجل الاعمال بحجة انها عايزة تعمل دار الايتام، وبتقسم له كارما انها بطلت تنصب من فترة، وبتعرفه انها كانت منتظرة اللحظة اللي هتمسك فيها فلوس محترمة عشان تعيش حياة طبيعية كان نفسها فيها من زمان. وبتوضح له انها واحدة اتولدت في السجن وانها عاشت حياة قاسية وصعبة جدا. بتطلب منه يجي معاها عشان توري له حاجة. فعلا بيروح معاها وبتفرجوا كارما على الارض اللي ناوية تبني عليها دار الايتام، وبتشرح له انها كان نفسها تبسط الاطفال اللي عايشين حياة صعبة من زمان جدا، وبتعترف انه كان راجل شهم وجنتل في مشاعره معاها، بس بتوضح له انه ظهر في حياتها في وقت ما كانش مناسب خالص عشان تأكد له انها صادقة. بتدي له عقد الارض بعد ما بتتنازل بيها، وبتطلب منه يهتم هو بالدار كويس قوي، وبتترجاه ما يفضحهاش لانها مصدقت تعيش الحياة الهادية والمستقرة اللي كان نفسها فيها. وقتها بيحس عمر انها صادقة وما بتكذبش عليه فعلا، بس بيبقى لسه متضايق منها بسبب خداعها ليه لما كانوا في قبرص. وفي نفس الوقت بنشوف مراد وهو بيقضي وقت لطيف مع عشيقته، وبيعرفها ان اللحظة اللي بيقضيها معاها اهم بالنسبة له من شغله وفلوسه وكل ما يملك. لما بتسأله هو اتغير قوي كده ازاي، يوضح لها انه زمان ما كانش وراه اي حاجة غير انه يتابع البيزنس بتاعه ويكبر ثروته، بس بيفهمها انه فجأة لقى انه كل اللي هو حققه ده ملوش لازمة، خصوصا انه بقى رجل كبير في السن وحاسس انه ما استمتعش بحياته. لما بيروح البيت بيلاقي مراته مستنياه وبتسأله هو ليه رفع فيديو بيسيء ليها على الانترنت، وبتتهمه انه عمل كده لانه متغاظ منها ومش عايزة تاخد منصب وزيرة الاستثمار. بيقول لها مراد انه مش متغاظ منها ولا حاجة، بس بيعرفها ان هم كبروا في السن ولازم يرتاحوا شوية. بيأكد لها انه لو بقت وزيرة هتتشغل اكتر والبيت هيبقى متكهرب بزيادة، وان اللي في سنهم بيتقاعدوا عن العمل وبيتفسحوا وبيعيشوا حياتهم مع اصحابهم واحفادهم. فبتقول له صافيناز انها لسه ما كبرتش قوي في السن عشان يقول لها الكلام ده، وبتعرفه انه حقق حلمه وعمل الفلوس اللي كان بيحلم بيها من زمان عكسها. بتفكروا بالاتفاق اللي تم بينهم زمان لما اتفقوا ان هم يجتهدوا ويشتغلوا على نفسهم قوي عشان يحققوا اهدافهم بدري بدري، وبتاكد له انها مش هتتخلى عن حلمها. بتعرفوا انها هتاخد منصب وزيره الاستثمار غصب عنه. بعد فتره بتستقبل صافيناز مكالمه من رئيس الوزراء اللي بيهنيها عشان اختاروها لمنصب وزيره الاستثمار، وبتتبسط صافيناز جدا عشان كانت متخيله انها مستحيل تاخد المنصب ده بعد فيديو جوزها مراد اللي تعمد انه يرفعه على الانترنت. وبتعرف رئيس الوزراء ان عندها خطه جديده وشامله للوزاره كلها، وبتحتفل لوحدها وما بتبقاش مصدقه نفسها من الفرحه. وبالليل بتروح كارما للدكتور النفسي اللي عيله مراد بتتعامل معاه، وبتتعمد تحط اداه تجسس في السفينه الديكور بتاعه العياده. لما بيجي الدكتور بتعرفه كارما انها وقعت في حب شاب من اول نظره ومش عارفه تخرجه من دماغها ابدا، رغم ان علاقتها بيه ما استمرتش لفتره طويله. وبتوضح له ان هي اللي اضطرت تقطع علاقتها بيه لانها كانت لازم تعمل كده، وبتاكد له انها كانت فاكره انها هتقدر تنساه بسهوله، بس لما شافته تاني مشاعرها كلها اتجاهه ورجعت لها من جديد، وبقت متيقنه من انها مش هتقدر تنساه ابدا. وبتشتكي له بسبب مشاعرها دي لانها بقت خايفه من الشخص اللي بتحبه في نفس الوقت. تاني يوم بيروح المحامي مصطفى الكارما وبيبقى عايزه تخرج معاه شويه، بس بترفض بحجه انها لابسه هدوم البيت. وبيهزر مصطفى وبيفكرها بمساعدته ليها، وفعلا كارما بتشكره بس بيبقى واضح عليها انها متضايقه منه. وفي الوقت ده بيصارحها مصطفى بمشاعره اتجاهها، وبيعرفها انه بيحبها جدا من اول ما شافها وهو بقى حاسس انه يمتلك الدنيا. ولما بيعرض عليها الجواز بتتصدم وما بتردش. بيضطر مصطفى يمشي وبيعرفها انه هيبقى يسمع رايها في وقت تاني. تاني يوم بتروح كارما لفيلا مراد وبتلاقي ان العيله كلها متجمعه ومعاهم شخص غريب، بس بتتصدم جامد لما بتعرف ان يوسف زميلها هو اللي قاعد معاهم. وبتعرفها ساره بنت مراد انه فنان ودكتور جامعه، وبيقول لها يوسف بنفسه انه بيحب الرسم جدا وحياته كلها قائمه على الفن. وبتمثل كارما انها مصدقه وبتبص له وهي متضايقه منه جامد. بعدها بنشوفها وهي بتلومه وبتساله عايز ينصب على عيله مراد ليه بالظبط، ويوضح لها يوسف انه مش هينصب ولا حاجه، وبيعرفها انه قرر يقرب من عيله مراد عشانها هي اصلا، وبيفهمها انه خايف عليها وما ينفعش يسيبها لوحدها تاني. بس كارما بتبقى متضايقه منه جدا، بتطلب منه يسيبها في حالها خالص، لكنه بيرفض من جديد وبيأكد لها انه مش هيسيبها لوحدها تاني ابدا عشان هما مالهمش غير بعض. وبالليل بنشوف كارما وهي بتسأل
عمر عن رأيه في المحامي مصطفى، فبيقول لها إنه محامي شمال وراجل وصولي جدا، وبيوضح لها إنه عارفه من زمان وقاطع على كل دناءته. بتقول له كارما إنه طالبها للجواز. قبل ما تكمل كلامها بيتضايق عمر منها جدا وبيهزقها، وبيسألها هي إزاي عايزة ترتبط بشخص في سن أبوها، وبيفهمها إنها بتحبش الراجل العجوز ده وما ينفعش تكون على علاقة بيه، وبيعترف لها بحبه ليها وبيقرب منها بشكل مش طبيعي، وبيبقى عايز يتحرش بيها من جديد ويتهجم عليها، وبتضربه كارما وبتبعده عنها وبتطرده من بيتها وهي مش طايقاه. بعدها بيروح أمين لمراد وبيوري له صور كارما اللي كانت حاضرة الحفلة اللي في فيلته، وبيعرفوا إنه شاف الصور دي بالصدفة في مجلة كانت نشرة تفاصيل الحفلة، وبيسأله إذا كان يعرف البنت دي ولا لأ، فبيقول له مراد إنها معرفة قديمة، وبيسأله هو مهتم بيها هي بالذات قوي كده ليه. بيوضح له أمين إنه نصبت على رجل أعمال كبير من فترة، وبيعرفه إنه بيدور وراها عشان يرجع له حقه ويدخلها السجن، وبيكذب عليه مراد وبيقول له إنه غالبا بيدور على البنت الغلط، وبيشك في كارما جامد لكنه بيخفي ده عنه. وبيضطر أمين إنه يروح لعمر عشان يوري له صور كارما، وبيعرفه إنه غالبا كده قدر يوصل للبنت اللي كان بيدور عليها، بس عمر بيكذب عليه هو كمان وبيقول إنه مش دي البنت اللي نصبت عليه في قبرص، وبيطلب منه ينسى القصة دي خالص، وبيديله شيك فيه رقم محترم عشان يخرج القضية دي من دماغه. بس أمين بيتضايق وبيشك إن في سر ورا الموضوع، وبيقرر يدور ورا كارما واصحابها لوحده. وبالليل بنشوف 2 ملثمين وهم بيقتحموا الفيلا بتاعت كارما، ولما بتحس بيهم بتقاومهم وبتحاول تهرب منهم لكنهم بيضربوها وبياخدوها معاهم وبيهربوا من المكان بسرعة. وبنشوف كارما وهي مضروبة وبيهزقها مصطفى وبيشتمها عشان تعترف وتقول لهم هي تبقى مين بالظبط، لكنها ما بتردش عليه، وبيضربها مصطفى بالقلم على وشها وبيجبرها تمضي على تنازل للفيلا بتاعتها، وبياخد منها فلوس التبرعات بتاعت دار الايتام. وبيبقى مراد شاكك فيها وبيسألها هي تبقى مين، وبيفكر انه يخلص عليها لما ما بتردش عليه، لكن كارما بتمنعه وبتعرفه انها تبقى بنته من زينة. بعد فترة بتظهر زينة من جديد وبنعرف انها ما اتسجنتش ولا حاجة، انها كانت هربانة في لبنان ومفيش ضدها اي قضية نصب او اي حاجة تدينها، من اللي كان عامل عليها التمثيلية دي كارما عشان تبعدها عنها تماما وتعيش على راحتها. وبتسأل زينة عن كارما بنتها بس يوسف ما بيبقاش عايز يعرفها مكانها. وبالليل بنشوف مراد وهو بيفكر مع نفسه وما بيبقاش واثق اذا كانت كارما بنته فعلا ولا مجرد نصابة عارفة جزء من ماضيه وجاية تشتغل وتلعب عليه. وبيقرر يروح لها في المكان اللي هو خاطفينها فيه، لكن بيتصدم جامد لما بيلاقيهاش هناك. بيروح لمصطفى عشان يتخانق معاه وبيضربه، وبيسأله هو خبى كارما فين بالظبط، وبيقسم له مصطفى انه مش فاهم اي حاجة، وبيعرفه انه مقربش منها من ساعة ما سابوها سوا ومشي. وفي نفس الوقت بنشوف امين وهو بيقرا الجرايد بيبقى واضح عليه انه متضايق ومقريف جدا بسبب عمر اللي بيعتبره غدر بيه في قضية كارما وانه هزقه وقل منه على الفاضي. ولما عرف له مكانها غير رأيه فجأة وطلب منه ينساها ويبطل تدوير عنها. وبنرجع بالزمن لورا وبنشوف مصطفى وهو بيهدد كارما عشان تعترف وتقول لهم هي تبقى مين، وبتأكد له انها بنت مراد وبتطلب منهم يعملوا لها تحليل نسب. بياخد مصطفى شعره منها ولما بيقرب منها بتهدده كارما بصوت منخفض عشان يأكد لمراد انها تبقى بنت، وتعرفوا انه لو ما عملش كده هي هتعرف مراد باللي بينه وبين صفيناز. وبتصدم مصطفى جامد وبتمسمر في مكانه فترة، وغالبا هو بيبقى على علاقة غير شرعية بمراد صاحبه وبيخونوا معاها. ولما بنرجع للحاضر بنشوف مصطفى وهو بيعرف كارما انه مش هو اللي بيتهدد، ويعرفها انه هيخلص عليها قريب قوي عشان يرتاح منها ومن وشها. وبنعرف انه قرر يخفيها عن صاحبه مراد عشان كارما ما تعرفوش بالسر اللي بينه وبين مراته صفيناز وزيرة الاستثمار. بعدها بيروح مصطفى لصاحبه مراد عشان يلوم، وبيسأله هو ازاي يشك فيه بعد العمر ده كله. بيأكد له انه ما يعرفش كارما اختفت فين بجد، وبيوري له تحليل النسب اللي بيبقى واضح فيه انه مش بنته زي ما قالت. وبيقول له مراد انه حس الوهله ان كارما تبقى بنته فعلا، وبيعرفه انه لما كان بيبص لملامحها كان بيحس ان فيها منه. بيوضح له مصطفى انه كل ده كان وهم وبيقتنع مراد بكلامه فعلا. في نفس الوقت بنشوف صفيناز وهي بتحاول تصالح بنتها ساره، وبتقول لها انا كانت بتبقى قاسيه عليها زمان عشان كانت شايفه ان ده هيخليها واحده ناجحه وشايفه مصالحها، وبتعتذر لها وبتوعدها انها تغير معاملتها معاها وهتديها المشاعر اللي ما كانتش بتاخدها منها طول السنين اللي فاتت. وبتقول لها ساره انها جايه لها متاخر قوي، وبتعرفها انها عايشه في جحيم وعدم سعاده بسببها وبسبب تربيتها الصعبه ليها. وبتوضح لها انها مش عايزه منها مشاعر ولا مساعده ولا اي حاجه وعايزاها تبعد عنها وبس. وبتروح لجوزها ممدوح وبتحضر له شنطته بدون سبب، وبيسالها بحسن نيه هم هيروحوا فين بالظبط. وبيبقى مبسوط جدا لانه بيبقى فاكر ان هم هيصيفوا او يسافروا مكان سياحي عشان يرفهوا عن نفسهم ويتبسطوا شويه. فبترد عليه ساره وبتقول له انها حضرت له شنطته عشان ياخدها ويمشي من الفيلا خالص، وبتعرفه انها ما بقتش عايزاه في حياتها وبتطرده. وبيتصدم ممدوح وبيسالها اذا كانت بتتكلم بجد، وبقى عايز يفهم منها هو غلط في ايه بالظبط عشان تعامله بطريقتها دي. وبترضاش ساره توضح له حاجه، وبتعرفه انها زهقت منه ومش مضطره تكمل معاه. وبيتصدم ممدوح اكتر، بيفكرها انه استحملها واستحمل عن جاهيتها وقله ذوقها معاه طول الفتره اللي فاتت عشان هو بيحبها. وبيعرفها انه قرر يبقى جوزها وخلى نفسه طيشه ليها عشان حبه ليها برضه مش اكتر. وبيسال هي ازاي عايزه تتخلى عنه بالسهوله دي، وبيفهمها انه مش تليفون ولا حاجه من حاجتها وانها لما تحتاج تغيره في اي وقت تقدر تعمل كده. فبتقول له ساره انه عقد جوازهم مكتوب فيه انها تقدر تطلقه بمزاجها في اي وقت. وبنعرف انها قررت تنفصل عنه عشان هو راجل ساذج وطيب بزياده. ما بيتاكد ممدوح انها كانت بتستخدمه مش اكتر، وانها ما حبتوش لحظه اصلا، كانت بتعامله زي الكلب لانها بتستمتع وهي بتعمل ده. بياخد شنطته وبيمشي في صمت تام،
بتتفرج سارة عليه وهي مش حاسة بأي تأنيب ضمير. وفي نفس الوقت بنشوف مراد وهو بيلعب قمار مع عشيقته وبيخسر فلوس كتير لأنه ما بيبقاش مركز معاها أصلا. وقتها بتيجي زينة عشان تسأله عن بنتها كارما وبتطرد عشيقة مراد بره البيت عشان تاخد راحتها في الكلام معاه. فبيقول لها مراد إنه ما يعرفش أي حاجة عن بنتها النصابة دي، بيوضح لها إنه ما فيش بينه وبينها حاجة أصلا عشان تسأله عنها. وبتترجى زينة إنه يرجع لها بنتها وبتعرفه إنها مش هتقدر تعيش من غيرها. وبنعرف إن مراد كان على علاقة قديمة بزينة وإنه ضحك عليها وأوهمها بالجواز، وبعد ما حملت منه في بنته كارما تخلى عنها وحاول يسقطها أكتر من مرة قبل ما مراته صافيناز تعرف بالعلاقة اللي بينهم وتوديه في داهية بنفوذها وبسلطة عيلتها. وعشان كمان زينة بنت فقيرة ومش من نفس مستوى الاجتماعي، ولما بيزهق مراد منها خالص بيلبسها قضية مخدرات وبيدخلها السجن وهي حامل بمساعدة صافيناز ومصطفى عشان يخلص منها. وبتأكد له زينة إن كارما تبقى بنته، وبتعرفه إن هو ومصطفى وصافيناز فشلوا في إن هم يسقطوها زمان. وبيقول لها مراد إنها مش بنته، وبيعرفها إنه عمل تحليل نسب وتأكد من ده. وبتقسم له زينة إنها تبقى بنته، لكن ما بتبقاش مهتمة تثبت له حاجة، وبتطلب منه يبعد عن كارما وما يأذيهاش. بتعرفه إنها دخلت السجن وحياتها باظت بسببه قبل كده، وإنه لو حاول يبوظ لها حياتها من جديد عن طريق إنه يأذي لها بنتها هي مش هتبقى مترددة تنتقم منه حتى لو كملت الباقي من حياتها في السجن. بعدها بنشوف الدكتورة وهي بتعرف عمر إن حالة كارما خطيرة جدا، وبتوضح له إنها واخدة سم قاتل وهتاخد شوية وقت لحد ما تقاوم السم وتفوق من تاني. وبيطمن عليها عمر وبيمسك ايدها، وعشان نعرف هو هربها ازاي من المخزن اللي مصطفى كان خاطفها فيه بنرجع بالزمن لورا شوية وبنشوف واحدة من رجالة عمر وهو بيعرفوا إنه في ملثمين بيقتحموا بيت كارما، وبيطلب منه يراقبهم كويس قوي ويفضل وراهم. وفعلا بيعرف المكان اللي خطفوا كارما فيه وبيراقبهم تاني، وبيعرف مكان المخزن الجديد اللي حبسوها فيه. وبيروح عمر للمكان ده وبيشوف مصطفى وهو خارج منه بسرعة، وبيبقى واضح عليه إنه متوتر. لما بيمشي بيدخل عمر وراه وبيقتل التعابين السامة اللي كانت محاوطة كارما وبيفكها عشان ياخدها معاه وهي فاقدة الوعي. وبنرجع للحاضر وتحديدا في اللحظة اللي كارما بتفوق فيها، وبيفرح عمر جدا لما بيطمن عليها وبياخدها معاه لفيلته عشان يهتم بيها وتكمل علاجها عنده. ولما بيعرفها انه كان خايف عليها قوي لا تموت وتروح منه، بتشكره كارما على مساعدته ليها وهي مكسوفة. بتعرفه انه مستحيل تنساله الجميل ده، وبيرد عليها وبيقول لها ان الجميل ده هو عمله لنفسه، وبيفهمها انه مبقاش يقدر يعيش من غيرها اصلا. لما بتسأله هو ليه كان مخلي واحد من رجالته يراقبها طول الوقت، بيعرفها انه عمل كده لانه كان خايف عليها من مراد لا يعرف حقيقتها. وبيوضح لها انه كان ناوي يتدخل في الوقت المناسب عشان ينقذها منه. وبتقول له كارما انها ما قربتش من مراد وعيلته بمزاجها عشان تنصب عليهم. لما بيستفسر منها هي قربت منهم ودخلت حياتهم ليه، بترد عليه وبتعرفه انها تبقى تقول له كل حاجه في وقت تاني عشان دماغها مصدعه ووجعها جدا دلوقتي. وفعلا بيسيبها عمر على راحتها وبيروح للشركه بتاعته. في نفس الوقت مصطفى بيوصل له فيديو بتبقى ساره بنت مراد ظاهره فيه وهي بتشتكي للدكتور النفسي، وبتعرفه انه في يوم وهي صغيره باباها سافر بره مصر عشان يعمل صفقه استثماريه، وخلال الفترة دي هي حبت تروح لمامتها في يوم ضلمة ومخيف عشان تنام في حضنها. بس لما وصلت لأوضتها لقيت إن معاها راجل غريب، وبتقول له اسم المحامي مصطفى، وبتعيط كتير جدا. وبسبب كلامها بيتخنق مصطفى جامد وبيحس إنه اتحط في ورطة بجد. وبنعرف إن كارما هي اللي سجلت الفيديو ده بفضل أداة التجسس اللي حاططها في عيادة الدكتور. وفي نفس الوقت بتتصل عليه كارما عشان تتريق عليه، وبتسأله إذا كان عجبه صوت سارة وهي بتعترف بخيانته ولا لأ. وبيحذرها مصطفى من اللعبة هي اللي بتلعبها دي، وبيعرفها إن النار هتطولها لو ما وقفتش اللي هي بتعمله. فبتقول له كارما إن النار دي هتولع فيه هو وصافيناز وبس. بتحذره كمان من إنه يتعرض لها تاني أو يحاول يأذيها من جديد، وبتطلب منه يدي المراد تحليل النسب الأصلي اللي بيبقى واضح فيه إنها بنته من صلبه. وبيخاف مصطفى جدا وبيسألها هو هيعمل كده إزاي وهو خلاص اداله التحليل المزور. بترد عليه وبتقوله انه محامي غير شريف ولعبته الكلام. بتوضح له انه يقدر يشتغل صاحبه عادي باي حوار زي كل مره، وبتقفل المكالمة معاه. وتاني يوم بنشوف كارما وهي بتعتذر لعمر عشان نصبت عليه وهربت منه، وبتعرفه ان هو اللي ظهر في حياتها في وقت غلط قوي. وبتأكد له انها اتغيرت كتير بفضله وبفضل حبه ليها، وبتوضح له انها عاشت حياة صعبة جدا. وبيحاول عمر يدعمها نفسيا وبيعرفها انه سامحها على كل اللي فات، وبيطلب منها ما تجيبش سيرة الماضي قدامه تاني. لما بيسألها هي ليه قربت من مراد وعيلته، بتعرفه ان مراد يبقى باباها وبتعيط. تاني يوم بتروح كارما عشان تقابل مامتها زينة، وبتفرح مامتها قوي لما بتشوفها وبتطمن عليها وبتطلب منها تحكي لها كل اللي حصل لها من ساعة ما بعدت عنها. وبالليل بنشوف مراد وهو بيكلم مصطفى عن كارما وبيعرفه انه مش قادر يخرج البنت دي من دماغه خالص، وبيبقى حاسس انها بنته بس ما بيبقاش معاه دليل يثبت بيه ده. وبيديله مصطفى تحليل النسب الاصلي وبيأكد له انه كارما تبقى بنته فعلا. وبيسأله مراد هو ازاي جاي دلوقتي عشان يقول له انها تبقى بنته بعد ما اكد له قبل كده انه ملوش صلة بيها. فبيأكد له مراد الكلام وبيقول له انه كذب عليه لما كارما هربت، وبيعرفه انه كان خايف عليه وعلى حياته لا تعطل من صدمته وزعله عليها. وبيأكد له انها لما ظهرت وحس ان هم ممكن يتقابلوا بعض تاني قرر يعرفوا الحقيقة عشان ما
ما يبعدوش عن بنته. وتاني يوم بيروح مراد لكارما وبيطلب منها تعرفه هي عاشت حياتها ازاي لحد ما بقت نصابه، فبتقوله انها اتولدت في السجن وقضت اغلب حياتها ما بين الشارع والملاجئ، وبتعرفه انها شافت حاجات صعبه وقاسيه جدا بسبب انه تخلى عنها. وبيعتذر لها مراد وبيسالها اذا كانت عندها نيه تسامحه، وبتلمح له كارما بده، وبيقرر مراد يعتبرها زي شريف وساره ولاده بالظبط. بيوضح لها انه هيديها فلوس وشركات وعربيات وغيره عشان يعوضها عن كل سنين الذل والحرمان. وبتقول له كارما انه ما يهمهاش كل ده، وبتساله اذا كان هيعترف بيها ولا لا. وبيعتذر لها مراد جامد وبيقول لها انه للاسف مش هيقدر يعترف بيها عشان سمعته وسمعه العيله. وبتزعل كارما بسبب كلامه وبتسيبه وبتمشي. بعدها بيجي لها عمر اخوها المتحرش اللي ما بيبقاش عارف انها اخته، وبيقول لها كلام رومانسي وبيبقى عايز يقرب منها من جديد. وبتعامله كارما باسلوب مش كويس وبتبقى عايزاه يمشي من قدامها، انه بيعتذر لها على اللي عمله وبيقسم لها انه ما كانش قاصد يأذيها. تاني يوم بيروح مصطفى لكارما وبيديها عقد الفيلا بتاعتها، وبيرجع لها رئاسة دار الايتام وبيوصفها انها واحده ذكيه ولعبتها صح، وبتقول انها مش ذكيه ولا حاجه. وبتعرفه ان الموضوع كله تم بالصدفه. لما بيسالها ده حصل ازاي بتوضح له انها قربت من مراد وعيلته اصلا عشان تنتقم منهم على اللي عملوه في امها، لكنها غيرت رايها بعد كده لما اتعاملت مع ابوها ولقيت انه شخص طيب ومحترم. وبتفهمه كمان ان الفيديو اللي هي صورته لساره وهي بتعترف بخيانه مامتها كان مجرد فيديو هي صورته بالصدفه برضه. وبتعرفه ان الفيديو ده ساعدها جامد عشان يبعده هو وشره عنها. وبالليل بنشوف شريف وهو بيعرف باباه انه بيحب كارما وعايز يتجوزها، وبتصدم مراد جامد وبيقول له انه واد صايع ومش بتاع جواز، وبيطلب منه يبعد خالص عن كارما لانها بنت محترمه ومش شبهه. وبيقول له شريف انه عاوز يتجوز بجد ومش بيلعب، وبيساله هو ليه رفض الجوازه دي بدون سبب مقنع. فبيقول له مراد انه لازم يبعد عنها وخلاص، وبيعرفه انه مستحيل يجوزها له. وبيتضايق شريف منه جدا وبيقول له انه هيتجوزها غصب عنه وبيسيبه وبيمشي. وبيروح مراد لكارما عشان يحكي لها اللي حصل وما بتبقاش متفاجئه على الاطلاق لانها بتبقى عارفه ان شريف بيحبها. وبتوضح لباباها ان اخوها منجذب ليها عشان هي اخته بس مش اكتر، وفاكر ان الانجذاب ده حب لانه جاهل وما يعرفش انه بيرتاح لها للسبب ده. بيتفق معاها مراد وما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، وبتضغط عليه كارما عشان يعترف بيها، بس بيبقى محتار وبيفكر كتير جدا عشان بيبقى خايف من مراته صفيناز وردة فعلها اتجاهه. وتاني يوم بيرجع لها مراد من جديد عشان يتفق معاها تتخطب لشريف فتره معينه بشكل صوري، وبيطلب منها تكرهه فيها بكل الطرق الممكنه لحد ما يزهق ويفسخ خطوبتها وخلاص. وبتتضايق كارما بسبب كلامه وبتساله هو ليه مش عامل اعتبار ليها ولمشاعرها، بتبقى عايزه تفهم منه هو ليه خايف يعترف بيها قوي كده. وبتعرفه انها اتظلمت في الحياه كتير قوي بسبب هو جاي دلوقتي عشان يظلمها من تاني، وكأن اللي فات ده ما كانش كفايه عليها. تاني يوم بتروح كارما لمامتها واصحابها عشان تعرفهم ان هم مش هينصبوا على حد تاني ابدا، وبتقول لهم ان هم كلهم بقوا معاهم فلوس كويسه يقدروا يعيشوا بيها لحد ما يموتوا. وبتفهمهم ان كل تركيزها هيبقى على انها تنتقم من مراته صفيناز اللي دمروها وبوظوا لها حياتها. وبتترجاها مامتها ما تعملش كده، وبتوضح لها انها ممكن تتسجن او يحصل لها حاجه وهي مش مستعده تخسرها. وبتفكرها كارما بنفسها زمان لما كانت مسجونه، لما كانت بتيجي تزورها وبتقول لها انه سبب حبسها مراد ومراته. وبتعرفها ان هي اللي زرعت في قلبها الكره لابوها وحقدها عليه وعلى عيلته. وبتترجاها مامتها زينه انها تسامحهم وتنسى موضوع الانتقام ده، بس كارما بتبقى متغاظه بسببهم قوي وبتزعق لمامتها بغضب شديد عشان تسكت. وبتفكرها بنفسها لما كانت طايشه وعملت علاقه مع راجل متجوز وطلع عينيها ورماها في السجن، وان هي كمان جرت عليها بسبب طيشها وعدم اتزانها. وبتقرر تنتقم من ابوها مراد وتعرفه انها مش هتسمح للدنيا الظالمه دي انها تدوسها وتيجي عليها من تاني. بعدها بنشوف صفيناز وهي بتعرف كارما ان شريف ابنها عايز يتجوز، وبتقول لها ان عمرها ما شافت وعايز بنت ومعجب بيها اكتر منها. فبتقول لها كارما انه للاسف مش هتقدر تتجوز شريف. بتوضح لها انها مش بتكرهه ولا حاجه بس بتعتبره زي اخوها بالظبط. بتحسس صفيناز انها خايفه منه وعشان كده بتعرفها ان شريف ابنها متعدد العلاقات وولد صايع فعلا، بس بتاكد لها انه هيتغير تماما بعد الجواز. وبتعتذر لها كارما عشان مش هتقدر تتجوز ابنها، وتوضح لها ان مشاعرها مع راجل تاني. وبتتضايق صفيناز جدا وبتتمنى لها ان ربنا يهنيها معاه وهي جازه على اسنانها. بعدها بنشوف عمر وهو بيفرج كارما على تصميم دار الايتام اللي هي هتبقى مديرته، وبيعرفها ان هو اللي هيصرف على الدار وهيدعم الاطفال المرشدين عشان خاطرها، وبيبوس ايدها وبيعرفها انه مستحيل يتخلى عنها من تاني. وبتفرح كارما جدا بسبب ذوقه وتفهمه، بس لما بترجع البيت بتلاقي شريف مستنيها وبيديها ورد وبيعرض عليها الجواز من جديد، وبيبقى متفائل جدا انها هتوافق المره دي. بتروح كارما لمراد وبتطلب منه يعرف ابنه هي ليه مش هينفع تتجوز، وبيقول له مراد ان كارما تبقى اخته. وبيتصدم شريف جامد وبيسال كارما هي سابته يحبها ليه وهي عارفه الحقيقه. فبتقول له ان السبب في القصه دي كلها ابوهم اللي مش عايز يعترف بيها، وبتسال هي كانت هتعرفه الحقيقه ازاي وهو منعها. بتوضح له انها فرحت جدا لما قرب منها وعملته على اساس انه اخوها بجد، لانه كان نفسها يبقى لها اخ او اخت وعيله. وقتها شريف بيلوم ابوه بيقول له انه اتحط في الموقف الحقير ده بسبب نزواته وهبله، وبيساله هو ليه يعمل فيه كده ويخليه يحب اخته وما يبقاش قادر يستغنى عنها. وبيعيط شريف وبيوصف ابوه انه راجل جبان ومش بيهمه غير سمعته وبس، وبيشتمه كتير جدا وبيضربوا ابوه بالقلم. وهنا بيسال شريف كارما هي متمسكه قوي بابوهم الحقير ده ليه، وبيعرفها انه لو مكانها مش هيبقى عايزه يعترف بيه، مش هينتمي ليه ولعيلته من الاساس. بعدها بنشوف ساره اللي بتروح ليوسف في
كافيه عشان تقابله ويتعرفوا على بعض اكتر، وبيقول لها كلام رومانسي عشان يحببها فيه، وبياكل عقلها بكلمتين بمنتهى السهوله، وبيحط لها مخدر في المشروب بتاعها من غير ما تاخد بالها. فعلا بتشرب القهوه بسرعه وبتمشي عشان تحضر اجتماع مهم، وبيتصل يوسف على كارما وبيقول لها انه نفذ اللي هي طلبته منه. بعدها بتروح كارما لشريف عشان تقف جنبه وتساعده يخرج من الحاله النفسيه الصعبه اللي هو فيها، وبتفهمه ان كانت مختفيه وبعيده عنهم بسبب مامته صافيناز اللي تعمدت تسجن مامتها زينه بعد ما عرفت انها على علاقه بجوزها مراد. بتوضح له ان المحامي مصطفى هو اللي ساعدها تعمل ده. لما بنرجع لساره بنشوفها وهي قاعده في الاجتماع وبيبقى واضح عليها انها مش مهتمه باي حاجه. فجاه بتهزر بشكل هستيري وبتضحك على شكل رجل اعمال تخين، وبتوصفه انه شبه الدبدوب، وبتلمح بايحاءات جنسيه، وبيهزقها المستثمر وبيلغي الشراكه معاها. بيعرف مدير اعمالها انه ما يشرفوش التعامل معاهم تاني، وبياخدوا الموظفين بتوعه وبيمشوا. لما بيجي لها باباها بيشوفها وهي بترقص وبيحاول يسيطر عليها، بس بتطلب منه ينضم لها، وبترش عليه ميه وبتتعامل معاه كانها طفله، وبياخدها بالعافيه للمستشفى عشان يكشف عليها. وهناك بيوضح له الدكتور ان بنته مدمنه وبتاخد مخدرات شديده بتخليها تهلوس، وبتنكر صافيناز ده وبتقول له ان بنتها مش مدمنه ولا حاجه، بس بياكد لها الدكتور على كلامه. بيعرفها ان بنتها بتاخد ادويه نفسيه عشان الاكتئاب من زمان، وعادي جدا انها تلجا للمخدرات عشان تاثيرها القوي. بتروح صافيناز لدكتور بنتها النفسي عشان تساله عن حاله ساره، وبيقول لها انها بتتعالج من الاكتئاب على ايده بقالها سنين، وبيعرفها ان عندها مشاكل كتيره جدا، والمشاكل دي بتتراكم جواها وبتخليها مش قادره تعيش بشكل طبيعي زي اغلب البنات اللي في سنها. وبتساله صافيناز عن نوع المشاكل دي، بس الدكتور ما بيرضاش يوضح لها عشان خصوصيه المريضه، لكن بيفهمها انها اكبر مشكله في حياه بنتها. بعدها بتروح صافيناز لساره عشان تلومها وبتسالها هي بتتعاطى مخدرات من امتى، وبتنكر ساره انها بتعمل كده، بتوضح لها انها طبيعيه جدا وما بتاخدش مخدرات ولا اي ادويه. وبتكذبها مامتها وبتقول لها انها قعدت مع دكتورها النفسي وعرفت منه كل حاجه، وبتضغط عليها عشان تعترف. بتهزقها ساره وبتقول لها انها بتحبهاش وبتكرهها، وبتشتمها كتير جدا هي ومصطفى صاحب ابوها، وبتطردهم كلهم من الأوضة وبتنهار وقتها. بعدها بنشوف مصطفى وهو بيطلب من صافيناز تعمل بنتها أحسن من كده، بيوضح لها إنها في مشكلة كبيرة بجد ولازم تدعمها الفترة دي على الأقل. بيفكرها إنها كانت طول عمرها قاسية عليها وبتعاملها بطريقة صعبة، وحتى وهي تعبانة راحت لها عشان تلومها، ما اهتمتش تعرف هي بتهرب من إيه ولا إيه اللي وصلها إنها تشرب مخدرات. بتقول صافيناز إن بنتها دي واحدة متدلعة، وبتعرفه إنها ناقصة تربية. وقبل ما تكمل كلامها مصطفى بيسكتها وبيقول لها إن بنتها عارفة بالعلاقة اللي كانت ما بينهم زمان، وبتتصدم صافيناز جامد وبتسأله هو عارف إزاي، وبيكذب عليها وبيقول لها إنه سمعها وهي بتكلم واحده صاحبتها عن الموضوع ده، وعشان كده دلوقتي هو عارف ليه هي كانت بتعامله بطريقه سخيفه طول الفترات اللي فاتت. وبتقول له صافيناز ان اللي حصل بينهم زمان كان غلطه وهما نسيوها، وبيرد عليها وبيقول لها ان هما نسيوها فعلا، بس بيعرفها ان بنتها مستحيل تنساها. في نفس الوقت بنشوف كارما وهي بتتفرج عليهم وبتبقى سامعه كل حاجه بفضل اجهزه المراقبه اللي بتبقى حاطاها في مكتب مصطفى. بعدها بنشوف مراد وهو بيعرف بنته كارما انه هيمسكها اداره شركه من شركاته، وبتتفاجئ وما بتبقاش فاهمه هو عايز يمسكها المنصب ده ليه. بيوضح لها انها بنت شاطره وذكيه جدا وعندها قدره عاليه على اقناع الناس باي حاجه، وعشان كده هي تستحق تكون مديرة شركته. بياخدها مراد عشان يعرف الموظفين ان كارما هتبقى المديرة بتاعتهم، وبيتضايق مدير الاعمال بتاع سارة جدا وبيبص لكارما بحقد شديد لانه بيبقى شايف انه احق منها بالمنصب ده. وبالليل بيروح مراد لمصطفى وبيطلب منه يعمل له ورق عرفي عشان هو عايز يتجوز نودي عشيقته. بيسمع مصطفى كلامه بس بيحذره من اللي هو بيعمله ده فجأة، وبيقول له انه صافيناز مراته لو عرفت باللي هو بيعمله مش هتسكت. وبيقول له مراد انه ما بقاش يهمه اي حد، وبيعرفه انه هيعمل اللي هيجي على مزاجه وبس. وتاني يوم بنشوف عمر وهو قاعد في مكتبه وبيدخل عليه رجل اعمال فجأة وبيطلب منه يعرف مكان بنته خديجة اللي هو خاطفها، فبيقول له عمر انه ما خطفش حد، وبيسأله هو شاكك فيه هو ليه بالذات، فبيفكروا رجل الأعمال بالخلافات اللي بينهم، وبيقولوا انه هدده ببنته قبل كده، وبيقسم له عمر انه مش هو اللي خطفه، وبيعرفوا انه هدده عشان ياخد حقه منه بس. لكن رجل الأعمال ما بيصدقوش وبيعرفوا انه بنته لو حصل لها اي حاجه هيبقى مسؤول قدامه، وبيهددوا بعيلته قبل ما يمشي. بعدها بنشوف شريف وهو بيعتذر لكارما عشان يتهجم عليها قبل كده وحاول يتحرش بيها، وبيقول لها انه ملوش ذنب في اللي حصل ده زي ما هي كمان ملهاش ذنب. وبتبقى كارما متفقه معاه وبتقول انه عمل كده عشان ما كانش يعرف انها تبقى اخته، وبيتبسط شريف بسبب كلامها جدا وبيطلب منها يفتحوا صفحه جديده سوا، وبتوافق فعلا كارما. وتاني يوم بتروح كارما لنودي مرات مراد الجديده وبتفكرها انها السبب في ان مراد يعبرها ويتجوزها. ما بتنكرش نودي ده وبتوضح لها انها مبسوطه من الجوازه دي قوي، بس كلامها ما بيعجبش كارما، وبتفكرها من تاني انها متجوزه مراد عشان هدف معين وبس، وتعرفها ان الفلوس اللي هي محتاجاها تاخدها زي ما اتفقوا. نفس الوقت بيروح امين لعمر وبيقول انه ما كانش يعرف انه بنى ملاجئ والاعمال خيريه مهمه بالنسبه له قوي كده، وبيلمح له انه اكتشف اللي بينه وبين كارما وما بينكرش عمر ده وبس، بيوضح له انها تابت وبطلت نصب وسرقه من زمان. فبيقول له امين انه معلوماته مغلوطه، وبيأكد له انه كارما دي اسمها ياسمين وهو دلوقتي سايبها عشان بتنصب عليه من تاني، وبيزعق له عمر وبيطلب منه ما يقربش من كارما نهائي، بس بيشك فيها بسبب كلامه، وبيوعده عمر انه مش هيقرب لها وهيسيبها في حالها فعلا. وبعدها على طول بيروح امين لكارما عشان يهددها باللي يعرفوا عنها، وبيسألها هي عايزاه ينادلها بلقب كارما ولا سلمى ولا ياسمين ولا ايه بالظبط، وبتفهم انه يعرف بلاوي كتيره قوي عنها، وبتساله بقرف هو جاي لها هنا ليه بالظبط، وبيوضح لها انه محتاجها في شغل مش اكتر، وبيشرح لها انه في دبلوماسي مهم قوي اتغفل في 6 مليون دولار.
$1000. رجل الأعمال اللي غفله ما اكتفاش إنه ينصب عليه وبس، صور له فيديو إباحي وهو مقيم في الفندق بتاعه، وبيعرفها إن رجل الأعمال ده اسمه كارلوس بنغازي، وبيوضح إنه رجل خطير جدا ومحتاج ناس في غاية الذكاء عشان يتعاملوا معاه، وبيطلب منها تكلم صحابها النصابين عشان يعملوا اللازم، بس كارما بتقفش عليه وبتطرده بره البيت لأنه ما بيبقاش عاجبها أسلوب كلامه، ده غير إنها قررت تبطل نصب وما تحبش تاخد أوامر من حد. بعدها بيروح مراد لزينة عشان يعتذر لها على اللي عمله فيها زمان، وبيقسم لها إنه كان بيحبها بجد، لكنه كان ضعيف وصغير في السن عشان كده ما قدرش يقف في وش صافيناز ويتجوزها غصب عنها، وبيهديها بخاتم وبيطلب منها تسامحه على كل حاجه، وبيوعدها انه هيعوضها عن كل اللي حصل لها. بتهزقه زينة وبتقوله انها مش عايزه اي حاجه منه، وبتعرفه انها مش ممكن ترتاح وتسامحه ابدا، والحاجه الوحيده اللي هتخليها مبسوطه انها تشوفه وهو بيتعذب وبيعاني مع كل نفس بياخده وبيطلعه، وبترمي له الهديه في وشه وبتطرده من بيتها، وبيمشي مراد فعلا في صمت تام. بعدها بتروح كارما الامين عشان تعرفه انها موافقه تشتغل معاه، وبيفرح امين جدا بسبب قرارها. بعدها بنشوف امين وهو بيعرف عمر ان الشرطه لقيت خديجة بنت عدوه وهي ميتة، وبيوضح له إن حياته هو وعيلته بقت في خطر شديد دلوقتي، وبتصدم عمر جامد وبيسأله مين اللي قتلها، وبيفكر في انتقام خصمه منه، بس بيحاول أمين يطمنه وبيعرفه إنه هيسيطر على الوضع كويس قوي. في نفس الوقت بنشوف كارما وهي بتعرف العصابة بتاعتها إن هم هيرجعوا للنصب من جديد، وبتقول لهم إن هم هينفذوا عمليتين مش عملية واحدة، الأولى هتبقى لحساب أمين اللي عايز ينتقم من كارلوس بنغازي، والتانية هتبقى لحسابها هي ومامتها عشان ينتقموا من المحامي مصطفى. وبتفرح زينة جدا وبتوافق بنتها على اللي هي ناوية تعمله، وبتقول لها إن هم هينتقموا من مراد وصافيناز، وبتتفق معاها كارما على ده. بعدها بنشوف طليق سارة وهو بيطلب من صافيناز ومراد حضانة ابنه من بنتهم، بيوريهم التقرير اللي بيوضح ان بنتهم مدمنة ومريضة نفسيا، بيعرفهم انه لو قدم التقرير اللي معاه في المحكمة القاضي هيحكم له بحضانة ابنه على طول، ده غير الفضيحة والشوشرة اللي هتحصل لهم. وبتخاف صافيناز على سمعتها وبتقول انه ما عندهاش مانع تديله ابنه، بس بتطلب منه يسيبهم كام يوم عشان يفكروا هم هيحلوا المشكلة دي ازاي. بتوضح له ان سارة تعبانة قوي ولو عرفت انه جاي لها عشان ياخد ابنها منها في الظروف دي ممكن يجرى لها حاجة، وبيسألوا مراد هو جاب التقرير ده ازاي اصلا، بس بتيجي سارة لحظتها عشان تشتمهم وتهزقهم، وبتسألهم هم عايزين ياخدوا ابنها منها ليه، وبتتصرف بطريقة غريبة جدا وبتضحك وبتزعل في نفس الوقت. بيبقى واضح عليها انها اتجننت من كتر الضغط، وبتدي ابنها لطليقها القديم بنفسها وبتلوم مامتها كتير وبتسيبهم وبتمشي. وبالليل بنشوف صافيناز وهي بتعمل لقاء تلفزيوني وبيتصل يوسف على المعدين عشان يقول لهم عن اسرار تخص صافيناز والبيزنس بتاعها، واثناء اللقاء بيسالها المذيع عن اعمالها الغير مشروعه، بيجيب لها سيره شركه جوزها مراد وبياكد لها انه عنده معلومات بتقول انها بتسهل لهم الشغل اللي مش تمام علشان هي وزيره الاستثمار. وبتتضايق صافيناز بسبب كلامه جدا وبتهاجمه، ولحظتها بتفرح كارما مع يوسف لما بيتمموا مهمتهم. وفي نفس الوقت بنشوف عمر وهو بياكل مع اخوه وعيلته وبيضحكوا وبيهزروا سوا، بس بيظهر لهم شخص فجاه وبيضرب عليهم نار وبيهرب، وبيتصاب اخو عمر باصابه قاتله وبيموت. بعدها بنشوف شريف وهو بيخبط على باب اوضه اخته وبيبقى عايز يتكلم معاها شويه، بس ما بتردش عليه لانها بتبقى قطعت شرايين ايديها عشان تنتحر. لما بيحاول يفتح الباب بيلاقيه مقفول وبيضطر يكسر عليها الباب وبينقلها المستشفى بسرعه. وهناك بنشوف صافيناز وهي بتعرف مصطفى ان ساره طلعت بنته هو، وبيتصدم مصطفى جامد وبيسالها هي كانت مخبيه عليه طول الفتره اللي فاتت دي ليه، فبتقول انها ما كانتش عايزه تقول له عشان هي عارفه دماغه كويس، وبتعرفه انه ما كانش هيسيبها غير لما يقنعها بالجواز ويصحح غلطه، وبتوضح له انها كانت محتاجه تتجوز مراد عشان مستقبلها الحقيقي كان معاه هو وبس. بتفكره بنفسه زمان لما كان محامي فقير وملوش اي لازمه، وبتتاسف له على كل اللي هي عملته، بس بتطلب منه يقف جنب بنته ساره ويدعمها لانها محتاجه له، وبيلومها مصطفى على كل اللي هي عملته فيه، وبيعرفها انه ما اتجوزش وما ارتبطش قبل كده بسببها، وبيفكرها بحبهم لبعض لما كانوا في الجامعه، وبيقول لها انها واحده انانيه وفضلت معلقه جنبها عشان هي بتحبه، وفي نفس الوقت اتجوزت مراد عشان مستقبله وفلوسه. بعدها بنشوف صافيناز وهي بتتابع الجرايد وبتلاقي الصحفيين ناشرين عنها كلام مسيء جدا وبيتهموها انها وزيره فاسده وبتشتغل لصالح معارفها وقرايبها وبس، وبتتضايق وما بتبقاش فاهمه ازاي بيتم التسريبات من قلب مكتبها. في نفس الوقت بيجي لها اخوها اللي بيبقى ماسك منصب كبير في الدوله وبيقول لها ان كارما اللي عايشه معاهم دي واحده نصابه ومزوره ومزوره هويتها، وبيديها الملف اللي فيه شخصيه كارما الحقيقيه، وبتنفجر صافيناز من الغيظ وما بتبقاش فاهمه كل المصايب دي بتتحدف عليها ليه وازاي في التوقيت ده، وبتزق الديكور بتاع مكتبها وبيقع على الارض وبتلاقي كاميرا، وفي نفس الوقت بيدخلوا عليهم ضباط من جهه سياديه وبيقبضوا على صافيناز عشان يحققوا معاها. بعدها بنشوف وكيل نيابه وهو بيتهم صافيناز انها بتسرب معلومات الدوله الحساسه لقرايبها عشان يستثمروا فلوسهم ويبقوا سابقين الدوله بخطوه، وده يعتبر اختراق صريح لقوانين الوزاره، وبتقسم له صافيناز انها ما عملتش كده. بتعرفه انها لقيت كاميرا مراقبه في مكتبها وانه في شخص هو اللي زرع الكاميرا دي عشان يراقب الاجتماعات والقرارات اللي هتاخدها، وبينشرها في الجرايد والصحف، وبيبان انها بتسرب المعلومات وهي ما بتعملش كده. ولما بتنزل مع العسكري عشان يرميها في الحبس بتقابل مراد اللي بتعرفه ان كارما كانت بتراقبها من خلال كاميرا زرعها في مكتبها، وبيشرح له مصطفى انها راجعه عليهم عشان تنتقم منهم كلهم، وبيعرفوا انه لو ما سيطرش على كارما هيروحوا في داهيه كلهم وهيدخلوا السجن. وبيروح مراد لكارما عشان يلومها على اللي هي عملته في مراته، وبيقول لها الكلام اللي مصطفى قاله له
وبتقول له كارما ان صافيناز ومصطفى 2 كدابين، وبتعرفه ان مصطفى اللي عامل صاحبه ده خطفها من وراه وكان عايز يقتلها. وبيتصدم مراد جامد وبيسالها ايه اللي يخليه يعمل كده، فبترد عليه وبتقول له انها ما تعرفش، بتطلب منه يدور على الحقيقه بنفسه عشان يفهم كل حاجه. وبيروح مراد لوكيل النيابه وبيثبت التهم على مراته وبيديله اثباتات ودلائل وهميه على فساد مراته واستغلالها لسلطتها. بعدها بنشوف مصطفى وهو بيلوم مراد وبيسأله هو ليه عمل كده في مراته، بيرد عليه وبيقول انه كان عايز ينقذ بنته اللي حاول يقتلها. وبيتصدم مصطفى وبيسكت، وبيعرف مراد انه بقى مجنون بكارما، وبيأكد له انه هيخسر كتير قوي طول ما هو قريب منها. وبعد فترة بتخرج صافيناز من النيابة وبيطلب منها أخوها ترتاح في أوضتها شوية، وبتسأله صافيناز هي هترتاح إزاي وهي سايبة الوزارة بفضيحة بسبب جوزها واللي عمله فيها، وبتلومه عشان باعها فضل عليها واحدة من الشارع، وبتتوعدها بالانتقام، وبيبقى واضح عليها إنها مغلولة منها جامد. وبيقول لها مراد إن كارما تبقى بنته، بيحذرها إنها تلمسها وتعمل فيها أي حاجة. لما بيسألوه هي بتبقى بنته إزاي، بيفكرها مراد بزينة اللي حاولت تخلص عليها وتقتلها لما عرفت بالعلاقة اللي بتجمعها بيه. بيوضح لها إنها كانت حامل في بنته اللي فشلت في إنها تجهضها. وبعدها بتروح صافيناز لكارما عشان تهددها، بتعرفها انها هتاخد حقها وحق عيلتها اللي باظت من ساعه ما دخلت في حياته، وبتتريق عليها كارما وما بتديهاش اي اهتمام. بتعرفها انها هتوديها في داهيه وهتولع فيها اصلا قبل ما تعمل اي حاجه. وبتبعت لها فيديو ساره وهي بتعرف الدكتور النفسي بخيانه مامتها لابوها مع صاحبه مصطفى، وبتتصدم صافيناز جامد وبتاخد بعضها وبتمشي من سكات. في نفس الوقت بنشوف رجل اعمال قتل اخ عمر وهو قاعد في الساونا، وبيجي شخص مسلطه عمر عشان يقتله وبيهرب بسرعه. ولما بنرجع لصافيناز بنشوفها وهي بتعرف مصطفى بالفيديو اللي كارما بتهددها بيه. ما بيستغربش لانه بيبقى متهدد بنفس الفيديو هو كمان، وبيفكروا ازاي يسحبوا الفيديو ده منها ويخلصوا عليها بدون ما يسيبوا وراهم اي دليل على جريمتهم. بعدها بيروح مصطفى لساره بنته الغير شرعيه وبيعرفها انه هيرجع لها ابنها من طليقها، وبيتكلم معاها باسلوب كويس جدا، بيديها وعود كتير وبيحسسها انها هتبقى كويسه قريب قوي، بيخليها يبقى عندها امل وتفاؤل اتجاه الحياه. وفعلا ساره بتعجب بكلامه جدا وبتشكره على وقوفه جنبها. بعدها بيروح شخص من عصابه كارما لمصطفى وبيوهمه انه رجل اعمال كبير قوي، بيعرفه انه محتاج يعمله توكيل عشان هو هيعمل صفقة مع مستثمر من بره البلد، محتاج ان الفلوس تتبعت عليه هو. وبيفرح مصطفى جدا وبيعمله التوكيل فعلا وبياخد مبلغ مالي كبير مقابل شغله. بس بعد فترة بيجي كارلوس بن غازي وبيطلب من مصطفى 26 مليون دولار اللي اتنصب عليه فيهم، وبيتصدم مصطفى وبيسأله عن اللي حصل معاه، وبيفهمه انه اتنصب عليه من رجل اعمال وكله وانه بعت الفلوس على مكتبه هنا. وبنعرف انها كانت صفقة آثار، والشخص اللي تبع كارما باع له قطعة آثار مزيفة، وبتيجي الشرطة وقتها عشان تقبض عليهم كلهم. بعدها بنشوف أمين وهو بيهزر مع كارما وبيديها نصيبها من العملية، وبنعرف انه سرق الفلوس من مكتب مصطفى وحط له فلوس مزورة مكانها. بس وقتها بيجي عمر بيلاقي أمين قاعد مع كارما وبيتصدم جامد، بيسأله هو بيعمل ايه هنا، وبيرد عليه وبيعرفه انه هنا عشان شغله وبس. لما بيسأله عمر عن تفاصيل الشغل ما بيرضاش يقول له حاجة، وبيقول له انه كارما هي اللي يحق لها تعرفه او لا. لما بيسألها عمر بتقول انها هتعرفه كل حاجة. في نفس الوقت بنشوف مراد وهو بيدعم سارة نفسيا وبيقرر يعترف لها بحياته، وبيقول لها انه ليه بنت تانية غيرها، وبيعرفها ان كارما تبقى اختها. فبتقول له سارة انها مش اختها لانها مش بنته اصلا. فبيفكرها مراد اتجننت وبيسالها اذا كانت واعيه للي هي بتقوله، وبتوضح له انها بنته مصطفى صاحبه، وبتقول انها لو مش مصدقها هو ممكن يعمل لها تحليل نسب. بتصدم مراد وقتها جامد، بس سارة بتدعمه نفسيا وبتقول انها معتبره باباها مش مصطفى، وبتعرفه انها عاشت حياتها كلها معاه وان هو اللي رباه، وعشان كده هي هتفضل جنبه ومش هتبص له بنظره مختلفه عن زمان. ولما بنرجع لعمر بنشوفه وهو بيلوم كارما وبيسالها هي استغفلته ونصبت عليه من تاني ليه. بيفكرها لما قالت له انها هتبطل نصب، وبتقسم له كارما انها مش هتكرر الفعل ده تاني، وبتعرفه انها نصبت على كارلوس بن غازي عشان تنتقم من مصطفى بس مش اكتر. بس عمر ما بيصدقهاش وبيوصفها نصابه محترفه، مفيش حد يقدر يبلفه بالكلام قدها، بس بيوضح لها انه مش هيضحك عليه منها تاني، وبيعرفها انها انسانه بلا قيمه، انها بتعمل غلط عشان هي بتبقى مرتاحه من جواها وهي بتعمله. لما بتحاول تشرح له موقفها من تاني بيهنها وبيشتمها بألفاظ مش كويسة وبيحذرها تتواصل معاه من جديد وبيسيبها وبيمشي. بعدها بنشوف نودي وهي بتعرف مراد انها محتاجة قرض من البنك عشان تعمل مشروع خاص بيها، وبتطلب منه يضمن لها وتديله الملف بتاع البنك، وبيمضي عليه وهو شارب ومش في كامل وعيه، ومبيبقاش عارف انه بيمضي على تنازل عن كل ممتلكاته لبنته كارما. وقتها بتيجي صافيناز لما بتلاقيه قاعد مع نودي بتبقى فاكرة انها عشيقته وبتهزقهم هما الاتنين، بس مراد بيتجاهلها تماما وبيطلب منها تطلع تنام فوق وبيقلل منها جامد وما بيبقاش مهتم بيها خالص وما بيديهاش قيمتها زي زمان. لو بيتأكد انها كانت بتخونه مع صاحبه. وتاني يوم بنشوف كارما وهي بتعتذر لعمر عشان غفلته وكذبت عليه، بتقول انها لسه بتحبه وعايزاه، بس عمر بيعاملها ببرود شديد وبيوضح لها انها غيرت مشاعره تجاهها من جواه، بيفهمها انها كرهته فيها لدرجه انه ما بقاش قادر يديها اي فرصه تانية. وبالليل بيشوف شريف صاحبه كارما اللي كانت بتبيع له مخدرات واختفت من حياته فجأة، وبيخطفها وبياخدها لشقته وبيسالها هي كانت بتشربه مخدرات شديده هو ما يعرفهاش ليه، وبيتهمها انها كانت عايزه تجننه زي اخته ساره، وبيطلب منها
هتقول له مين اللي كان زقها عليه، وبيشك جامد في كارما، بس البنت بتقول له انه عنده ضلالات بسبب المخدرات اللي بيشربها، وبتكذب عليه لما بتقول له انها ما بتعرفش كارما ولا اي حد بالاسم ده، وبيضربها شريف جامد على راسها وبيرميها على الارض وبتموت البنت بسببه، وبيتصدم شريف جامد لانه ما كانش قاصد يقتلها، وبيتصل على مصطفى ومامته عشان يشوفوا له حل في الجريمه اللي عملها. فعلا بيجوا هما الاثنين، وبتدعم صافيناز ابنها نفسيا وبتحضنه، وبيقترح مصطفى عليه انه يهرب بره مصر عشان يروق اعصابه، وبيعرفوا انه هيتصرف في الجثه. ثاني يوم بنشوف كارما وهي بتهزر مع مامتها واصحابها، وبيبقوا فرحانين جدا عشان ينتقموا من مصطفى وصافيناز ومراد دفعه واحده، بس بيجي لهم ضابط مباحث فجاه وبيعرفهم انه عنده امر بتفتيش حوش البيت. بعدها بنشوف وكيل النيابه وهو بيحقق مع كارما وبيتهمها ان هي اللي قتلت صاحبتها، ولما بتنكر بيسالها هم ازاي لقوا جثه صاحبتها في الجنينه بتاعت بيتها، ما بتعرفش ترد عليه. وبيكمل وكيل النيابه تحياته مع عصابه كارما وكلهم بينفوا الجريمه عن نفسهم. بعدها بنشوف مراد وهو قاعد حزين بسبب ممتلكاته اللي كارما سرقتها منه، وبيجي له ابنه شريف اللي بيعرفه انه قتل واحده بالغلط بسبب انه كان شارب ومش في وعيه، بيوضح له ان مصطفى وصافيناز اخدوا جثه البنت ودفنوها في بيت كارما عشان ينتقموا منها على كل اللي هي عملته فيها. بيعرفوا ابوه انه شرب مخدرات وقتل بسببه، وبيعتذر له مراد على كل اللي هو عمله، وبيطلب منه يسمع كلام مصطفى ويسافر زي ما اقترح عليه. بينفذ شريف اوامر ابوه وبالفعل وبيهاجر. وبالليل بنشوف مراد وهو مجمع صافيناز ومصطفى وبيقول لهم ان الحياه دي غريبه جدا، وبيعرفهم انه كان فاكر انه متجوز واحده شريفه وبنت اصول. وبيبص لمصطفى وبيقول انه كان فاكر ان ليه صاحب مخلص، وما يعرفش انه بيستغفله بقاله 30 سنه، انه على علاقه بمراته من قبل ما يتجوزها اصلا. بيهددهم هما الاثنين بالقتل. بتحاول صافيناز تنكر كلامه، بتعرفه انه عمرها ما خانته، وبيشتمها مراد وبيطردها من البيت بعد ما بيطلقها. بيعرف مصطفى انه هيندمه جامد قوي على كل لحظه اخلص له فيها وهو مصاحبه عشان مراته من الاساس. وبعدها بيروح مراد لوكيل النيابه وبيعترف ان هو اللي قتل البنت مش كارما. بيوضح انه عمل كده لانه كان شارب ومش في وعيه، وبيديله ملف فيه دلائل بتثبت انه مرتشي وبيشتغل في غسيل اموال وانه بيسرق ارض الدوله. وبيعرفوا ان مصطفى وغيرهم كتير كانوا شركاء في كل الجرائم دي. تاني يوم بتخرج كارما من الحجز، وبيبقى واضح عليها انها ندمانه جامد على كل اللي عملته، وبتحس بتأنيب الضمير لان هي اللي كانت مسلطه صاحبتها على شريف عشان تشربه مخدرات بتتلف العقل في وقت قصير. وبتروح لساره عشان تعتذر لها على كل اللي هي عملته فيهم، بس ما بتبقاش طايقاها وبتسالها هي جايه هنا ليه، وبتعرفها انها بوظت البيت وحققت اللي هي كانت عايزاه خلاص. وبتديها كارما تنازل منها عن كل الممتلكات اللي كانت سرقتها من مراد، وبتطلب منها توصل له الملف ده. في نفس الوقت بيوصل عمر جواب فيه عقد وفلاش، وبيشغل الفلاشه على اللاب بتاعه وبيلاقي ان كارما مسجله له فيديو، وبتعتذر له عشان ضيعته من ايدها مرتين بسبب غبائها، وبتوضح له انها ما حبتش اي راجل في الحياه دي اكتر منه، وبتوصيه على دار الايتام اللي كتبته باسمه، وبتعرفه ان انتقامها من مراد وعيلته خسرها نفسها، خسرها حاجات تانية كتير قوي. بعد سنه بنشوف كارما وهي بتنصب على رجل اعمال وبتحاول توهمه انها فاهمه كويس قوي في البورصه، وبتطلب منه يديها 5 مليون دولار عشان تستثمر بيهم لحسابه. وبيشتمها رجل الاعمال هي والعصابه بتاعتها وبيوصفهم بالنصابين. وبيجي عمر عشان يهزر معاهم وبيقول لهم ان هو اللي عرفه ان هم شويه محتالين، وبيهزقوا رجل الاعمال وبيطردوه من وسطهم. لما بتسال كارما عمر هو جاي هنا ليه، بيقول لها انه جاي عشانها، وبيعرفها انه بقاله شهور بيدور عليها. وبترد عليه كارما وبتقول له ان هو اللي قرر يبعد عنها، وبتعمل نفسها انها مقموصه وزعلانه منه. وبيصالحها عمر وبيوعدها انه مش هيبعد عنها تاني ابدا، وبيعرفها انها لو عايزاه ينصب معاها هو مستعد يعمل ده عشان خاطرها. وبتفرح كارما بسبب كلامه جدا، وبيطلب منها عمر انها تنسى كل اللي فات، وبياخدها معاه عشان يروحوا للمأذون ويتجوزوا. وبكده ينتهي المسلسل. السكريبت ده اللي كتبه مجدي حمودة، واللي سجلته أمل عقيل، واللي منتجه أحمد حجازي.